بصوا بقى، احنا لا بيهمنا لا شرد ولا برد زي ما بنقول كده. يعني مكملين مكملين. يلا بينا كده حبايبي نبدأ الفيديو ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في مطبخ شهد. النهارده مكملين حياتنا ومكملين شغلنا ومفيش حاجة ابدا هتوقفنا. وبعون الله مكملين. وان شاء الله الفيديو يعجبكم وحطوا لي لايك فضلا وليس امرا. بحبكم في الله، يا رب ديمكم نعمه في حياتي. ونسمي ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين كده بدأت يومي كده بفتحت الباب وسميت بالله وطلعت كده. جبت البلكونه كنز. وبعد كده زي ما انتوا شايفين كنت مكتفة السجادة بالشكل ده كده علشان ما تتحركش من مكانها. وقلت بقى ايه، هاخدها كده واطلعها في الشمس زي ما انتوا شايفين. طبعا انتوا عارفين ان انا في عزبة ريفية او في قرية ريفية وبسيطة جدا، والمكان معايا متاح والبلكونة بطلع فيها كل حاجة انا عايزاها. بعد كده بدأت ان اشيل الحتت اللي هي فوق الركنة ديت. طبعا زي ما بنقول كده بياضات. طبعا في كفر وكل حاجة وانا عارفة، بس دولت عندي وزيادة والركنة ما فيهاش هرس فخلاص يعني هم كافيين. وزي ما انتوا شايفين كده كركبت الدنيا كلها. ويلا هيلا بيلا كده هيطلعوا فوق السطح. وجبت بقى الحتت ديت وحطيتها في الطبق بالشكل ده كده. وحطيت عليهم كده شوية برسيل ومية. وهسيبهم كده في البرسيل والمية كده لمدة ايه، لمدة ساعة. على ما اخلص كده ايه ترويق الاوضه واكنسها وامسحها. وبعد كده ابدا بقى ان اغسلهم يكونوا كده هم ما فيهمش اي حاجه غير عفره. ويكونوا نزلوا عفرتهم كده في الميه. بدانا بقى كده بعد كده جيت بقى شيلت الحصر بالشكل ده كده. والحصر ديت هتروح فين؟ هتروح بقى على الحمام. وهاخدكم معايا ما تخافوش، انا كل حاجه كده هعملها هاخدكم معايا فيها في ايام وفي شغلي وفي كل حاجه. هاخدكم معايا فيها وهعيشكم معايا زي ما انا عايشه. وما شاء الله مش عايزه اقول لكم بقى على ايام الدراسه والم السنون وبهدله الم السنون اللي كل يوم بنتعارك عليه. وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله يعني الكتب متشحتره متشحتره، قال المذاكره يعني مقطعه بعضها. وبدات كده اخد المفرش كده وانفض بيه كده على السريع. وحطيت الكتب مكانها تاني طبعا علشان ما انضربش وجبت بقى وش خداديه وقعدت ايه انفض كده الكنب سريعا سريعا. انا ما طلعتهوش بره ولا جردته من مكانه المره دي، لان كنت لسه مروقاه قريب جدا قبل ما ادخل المحصول والشغل في الارض. فكنت عاملاه يعني ومظبطاه عامله نظيفه كده. لكن ديت بقى ايه على الماشي كده قبل الجو ما يبرد قوي او الدنيا تمطر قوي وما اعرفش اطلع. فقلت الحق نفسي كده واطلع الفرش بتاعه برضو في الشمس علشان ايه قبل الجو ما يمطر. طبعا الجو لما بيمطر وبيشتي برضو ما بنعرفش نطلع. طبعا لما بنطلع الفرش فوق على السطح كده في الشمس او على سور البلكونه ما شاء الله بتكون ريحته جميله. وبيكون كمان بيتنفخ كده وما شاء الله بيعلى يعني. والشمس طبعا بتخليه بتطهره وبتخليه ريحته حلوه وجميله. طبعا الحاجات دي لو متسخه هنخلع هنفكها من السدس عادي جدا وناخدها نغسلها. لكن هم بصراحه نضاف لان انا ما عنديش بهدله في الركنه. وكمان حاطه عليهم حتت. وكمان طلعت معاهم كده المخدات والخداديات قلت يلا ايه يتحمصوا. بعد ما كنست بقى كنت طالعه كده بقلب المراتب فوق. وبعد ما قلبتهم رجعت طبعا مسحت الركنة وسبتها لما نشفت تماما. وبعد كده جبت بقى السجادة كانت حمصت خالص في الشمس وبقت ريحتها جميلة وزي الفل. وجبتها بقى ونزلت كل حاجة حطيتها عليهم كده علشان بقى ايه ابدأ كده بالراحة واحدة واحدة اني اخد الحاجات وافردها. ودول كمان كنت غسلتهم ونشفوا وجبتهم. وبدأت كده تاني ارجع تاني بقى ارجع كل حاجة مكانها زي الاول. طبعا باخد البياضات ديت افردها كده بحيث برضو ايه بتحافظ برضو على المراتب بتاعه الركنه وكده وبتخليها حلوه. طبعا انا بحطها وبشد المرتبه لبره وبدخل الحته كده اتنيها يعني علشان ما تكونش مكلكعه وارجع تاني ازقها كده. بصراحه ده نظامي انا معرفش يعني ده نظام يعني غريب ولا ايه. بس الله يديها الصحه يا رب ويشفيها ويعافيها. هي امي علمتنا على كده وخلاص اتعودت على كده ومش
مش عارفة أغير يعني حتى لو فيه أمور تانية أو زي ما بنقول كده حاجات تانية زي الاتيكيت. فهو ده بصراحة ده طريقي، ودي حاجة يعني أنا اتعلمتها ومش عارفة ديت كده كنت بقلبها علشان طبعا لما الحاجة بتطلع في الشمس بتدخل كده لجوه وبتكش، فهي تقريبا ما طلعتش هي. فجبت واحدة تانية كده وحطيتها بدأت ان انا افردها برضو. طبعا انا بفرد اول باول، المرتبه اللي بحطها بحط عليها البياضه على طول علشان ما تعبش نفسي وارجع تاني ايه اشيل وازق واعدل واتني. لا، هي مره واحده كده بحط وافرد مره واحده وبحطها كده عليها، ولغايه بقى مرتب الاوضه كلها واروقها واعدلها. وطبعا لما الاوضه بتتروق وبتكون حلوه وجميله برضو بنتي لما تيجي تذاكر هتلاقي نفسيتها مرتاحه، هتلاقي الاوضه نظيفه ورايقه وحلوه. المكان بقى ما شاء الله نضيف حواليها، مهما كان برضو بيتنا بسيط ومكاننا بسيط. اللهم لك الحمد، ونقول الحمد لله رب العالمين. واحنا احسن من غيرنا كتير، وربنا يرزقنا جميعا باللي نتمناه، وربنا يعطينا اللي احنا عايزينه، واللي عايز حاجة اكتر من كده ربنا يحققها له. ولو وصلتوا معايا كده في الفيديو لغاية هنا حبايبي، ما تنسونيش باللايك. اللايك يا حبايبي عشان يرفع الفيديو، وبالله عليكم ما تتخطوا الاعلان، علشان الاعلان ده هو مصدر رزقنا. انا ما كنتش اعرف قبل ما ادخل عالم اليوتيوب ان الاعلان ده فيه فايدة. بعد كده بقى اخدت بقى عشان اعمل لهم الغدا واعمل لهم الاكل. وهتقولوا لي ليه يعني شغلك في الفرن البلدي؟ الفرن البلدي ده اللي ما يعرفوش واللي ما جربوش فعلا ما يعرفش طعم الاكل بصراحه. يعني حاجه كده يعني من الاخر، انا وانا بنت بصراحه ما كنتش بولع الفرن البلدي، ولكن لما اتجوزت بقى بدات ان انا اولع وكده، فما شاء الله حاجته فعلا جميله. جبت كده بريمين رز محترمين وحطيتهم كده ولعت عليهم في الفرن، ومعايا كده ايه كيلو سمك كده على قد الحال لقيته في الفريزر. فبصراحه كنت محتاره اعمل ايه، فقلت خلاص هو ده موجود. احنا بصراحه بناكل اي احجام السمك، يعني من 10 جنيه ل 60 جنيه، ما احنا بنختلفش، مش شرط حاجه معينه. لا، احنا حتى السمك البسارية اللي هو سمك الصواني احنا بناكله وبنحبه. في ناس كل واحد على حسب يعني راحته، وكل واحد على حسب اكله ده ملناش فيه. المهم ان انا اخدت كده الرز واخدت السمك وحبيت ان انا اشويهم كده واعمل معاكم يعني اكمل يومي معاكم واقول لكم انا بعمل ايه. كنت خلاص شويت السمك وهبطت النار اهوت، هطلع بقى السمك وابدا ان املحه في التمليحه اللي كنت قاعده بدقها في الهون. طبعا الهون ده انا سايباه في البيت ده مخصص كده للسمك. انا عندي الهون الفبر الخشب بشتغل عليه في المطبخ علشان ما تعبش نفسي ولا دوخ نفسي ولا اروح رايحه جايه بالهون هات الهون ودي الهون، لا انا سايبه ده هنا. طبعا تمليحة السمك كلنا عارفينها وعارفين بتحط فيها ايه. طبعا ده كانت خضرة وتوم ناشف. بصراحة انا بحب ادق التوم الناشف لشوي السمك، بدقه كده في الهون مع الخضرة، وحطيت عليها كمون وخل وكزبرة ناشفة وليمون، وبدأت اني املح السمك. قلت لكم ان هو سمك كده على قد الحال، بس اللهم لك الحمد يعني الموجود في البيت طلعته وعملته والحمد لله رب العالمين. ربنا يديمها نعمة علينا ويحفظها من الزوال يا رب. وهسيب بقى الرز يتشرب تماما في الفرن، وبعد كده بقى ايه هطلعه بعد ربع ساعة يكون علي معايا ويكون اتشرب ويكون اترد وبقى حلو. وكده حبايبي اكون عملت لهم بقى الغدا وروقت المكان ونظفته، ويرجعوا بألف سلامة يتغدوا كده وكل حاجة تكون مظبوطة. وإن شاء الله أكون عملت معاكم الفيديو يكون خفيف ولطيف عليكم. بحبكم في الله، يا رب ديمكم نعمة في حياتي. وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جاية كتير، وأسيبكم في حفظ الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.